بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده بقى معانا حاجة حلوة قوي، ولزوم السقسقة. لزوم السقسقة حاجات كتير، صح ولا لا؟ بس ده احسن حاجة احنا بنحبها والمفضلة، كل ما ندخل المطبخ نجيب حتة من على الرخامة ونمشي ناكل بيها. لزوم السقسقة بتاعتنا النهاردة أحلى كيك بطريقة سهلة وبسيطة ومش معقدة، ومش هنعمل خطوات كتير ولا أي حاجة. تعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوة ونقول بسم الله، ونبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا شايفين مع بعض. مقاديرنا سهلة وبسيطة: كوباية زيت وأربع بيضات وثلاث كوبايات دقيق وكوبايتين من السكر وفانيليا وكيك شيف. بس كده، بس كده. شايفين المقادير سهلة وبسيطة. ومعانا كوباية لبن. نسيتي كوباية اللبن؟ لا، ما تنسيش كوباية اللبن. كوباية اللبن مش متواجد لبن، يبقى كوباية عصير برتقان. البرتقان طبعا موجود دلوقتي بكثرة. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا، وهنحط البيض طبعا بدرجة حرارة الغرفة، وهنحط السكر على البيض. طبعا هنضربه في الخلاط لما اللون بتاعه يفتح جدا جدا جدا. ضرب السكر والبيض حركة مهمة قوي. انا هوريكم الدرجة بتاعته دلوقتي. شايفين الدرجة بتاعته فاتحة ازاي؟ هحط بقى الفانيليا. هنا فانيليا البرتقال. الفانيليا دي حلوة قوي قوي واختراع حلو. وكمان هنحط الايه اهو شايفين الكيس؟ انا بوريلكم الشكل بتاع الكيس. فانيليا بالبرتقال، حلوة قوي، طعمها بيبقى حلو. هدي بقى للخليط ده ضربة كده، وهحط بقى المكونات اللي معايا. الزيت الاول عشان بقى يتضرب كله مع بعضه، وهحط كمان اللبن. كده المواد السائلة اللي معايا خلصت. اللبن والزيت خلاص كده خلصوا. هفرمهم بقى في الخلاط كده على السريع، وتعالوا بقى نكمل مع بعض. طبعا هنا كانت الكهرباء قطعت، بس على مين؟ احنا برضو هنشتغل. قطعت مش مشكلة. شايفين القوام؟ الله على الحلاوة يا جماعة. هنحط بقى المقادير حبة بحبة. الدقيق اللي فاضل معانا حبة بحبة، ونقلب كده باتجاه واحد، كوباية بكوباية، لما لغاية ما القوام يبدأ يختفي تضيفي الكوباية التانية. طريقة سهلة وبسيطة. لو القوام تقل منك حطي لبن. مفيش لبن قلنا عصير. بدايل سهلة وبسيطة اهو. القوام خف منك حطي دقيق. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني. ونقلب باتجاه واحد زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الكوباية ما بتختفي خلاص بنضيف الكوباية التانية بكل بساطة. طبعا هنا انا لسه ما حطيتش المكون اللي معايا. لا المكون اللي انا سايباه كده في نص المعلقة، ولا الكيك شيف بتاعي. انا هنا ما حطيتش بيكنج باودر، انا حطيت كيك شيف. استغنيت عن البيكنج باودر، هحط انا معلقة بيكربوناتو. معلقة بيكربوناتو. طبعا احنا شايفين ان انا بلف كل الحاجات دي في اتجاه واحد. طبعا هنا انا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. لازم ناخد بالنا من قبل ما نبدأ في اي حاجة نشغل الفرن بتاعنا. وهنحضر الصواني بتاعتنا. يعني الصواني بتكون جاهزة، الفرن بتاعي بيكون جاهز، وبعدين ببدأ اشغل. طبعا هنا الصواني بتاعتي مش كبيرة، وفي نفس الوقت صغيرة. يعني المقدار اللي معايا يناسب مقاس 26 صينية. 26 للناس اللي بتهتم قوي بمقاس الصواني، مقاس 26. شايفين الجمال؟ انت مش قادرة تظبطي قوام الكيك في الصينية، يبقى عقلة وربع يعني.
عقلة كده وربع من الصينية. لما الكيك يتحط في الصينية كده هتعرفي ان المقدار معاكي طالع مظبوط في الصينية. طبعا هنا انا بدهنها بالزبدة. بدايل الزبدة ايه بقى؟ رشة ممكن تحطي زيت، يعني مش شرط ان انت تحطي زبدة يعني، وهتتقلب معاكي وهتقطعيها بمنتهى السهولة برضو. يعني انا هجربها لكم برضو بالزيت. بس انا دهنتها بالزبدة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. شايفين بقى القوام حلو ازاي؟ الله على الجمال. عايزة بقى تعمليها شوكولاتة ماشي، مش عايزة تعمليها شوكولاتة او تعمليها فانيليا بس مفيش مشكلة خالص. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض مقدار الصينية قلنا عقلة، وفوق العقلة يعني ايه عقلة وربع كده، مش العقلة يعني عقلة وزيادة شوية. هحط بقى، حطيت مقدار الصينية الأولانية، هحط بقى مقدار الصينية التانية. قوامها حلو قوي، وكيكة سهلة وبسيطة وسريعة، ما بتاخدش منك ولا وقت ولا مجهود ولا حاجات كتير بقى، ولا كركبة، ولا هنعمل بالعجان، ولا هنعمل بالمضرب، ولا أي حاجة. الكيكة العادية خالص بتاعت أمهاتنا، بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة جدا جدا جدا. كده خلاص خلاص كده. هندلع بقى الكيكة بتاعتنا، طبعا لازم ندلع. هنحط بقى ايه شوكولاتة شيبس كده في واحدة، وواحدة تانية هنسيبها فانيليا بس. كتري كتري. طبعا الأولاد بتحب الايه الشوكليت. فانا مش حاطه كتير، انا هحط بس كميه، وهجيب معلقه او اسباتولا زي ما احنا شايفين كده، ان انا ابتدي بس ان انا ادخله جوه الكيك، ما يبقاش كله على الوش بس. زي ما انا بعمل كده، طريقه سهله وبسيطه ومش متعبه خالص. الفرن شغال، شغال على درجه حراره 180 في الرف في النص بالظبط. عشان في ناس بتقولي ده الفرن او الكيكه بتاعتي ما بتظبطش معايا درجه حراره الفرن. دي مهمه جدا جدا جدا. والكيك ما بيتفتحش عليه الفرن الا بعد نص ساعه من التسويه. بعد نص ساعه او نص الوقت من التسويه. طبعا خلاص كده هحطهم بقى في الفرن. طبعا هنا هحط هنا في الصينيه التانية اخترعت بقى ايه اللي هو جوز الهند. يعني اللي هو ايه، انا هعمل واحده بجوز الهند. طعمها حلو قوي قوي، بتفرق جدا في الكيكه وبيدي لها طعم مميز كده. جربيها كده بجوز الهند، هتلاقيها حلوه. ما عندكيش جوز الهند مش مشكله، احنا قلنا ان احنا هدفنا ان احنا هنعمل حاجات مش مكلفه وفي نفس الوقت حاجات حلوه. هبتدي برضو ان انا ادوبه كده، او ان انا ايه مش هخلطها قوي، ان انا بس ان انا ادخلها في نص الكيك معايا. شايفين؟ طريقة سهلة وبسيطة. خلاص كده بساوي بقى الوش بتاعها وخلاص. اديت لها خبطتين كده على الرخامة وخلاص كده. تعالوا بقى نشوفها من قريب. طبعا هنا مش باينة ان انتي حاطة جوزة الهند، انا بوريكوا بس الشكل. وهنا الشوكليت طبعا باين، لان جوزة الهند لما بتتحط في الفرن وبتوصل لدرجة حرارة معينة وشها بيتحرق. هحطها بقى في الفرن ونرجع مع بعض. شايفين بقى الحلاوة بالجمال؟ طبعا هنا الريحة مش قادرة اقول لكم. طبعا هنا انا مش هلمسها ولا هاجي ناحيتها خالص. هسيبها لما تبرد تماما وبعدين نشوفها مع بعض. شايفين هنا التسوية حلوة قوي. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وهتعمليها في البيت بمنتهى النظافة، وطعمها كان اكتر من رائع. تعالوا بقى اللحظة الحاسمة. جهزي بقى صينية حلوة كده عشان تقدمي عليها، او عشان تحط عليها الكيك بتاعك وتقطعيه بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا هنا كانت الإضاءة بقى الكهرباء جت. شايفين الحلاوة والجمال؟ الله. اتقلبت مني بمنتهى السهولة عشان هي طبعا بردت. والله الكيك متماسك وهش جدا جدا.
عفوا، مع ان الارتفاع بتاعها ما كانش عالي لان انا ما حطيتش السمك بتاع المطلوب. السمك بتاعها ما كانش عالي عشان السمك بتاعها كان اقل من عقلة الصباع، عشان نبقى واخدين بالنا، لان ده مقدار صينية واحدة، انا عملته مقدار صينيتين. مقدار صينية واحدة انا حطيته في صينيتين. ناخد بالنا عشان الناس اللي هتقولي ده مش مرتفعة ومش هشة. لا، هي والله هشة، وهتشوفي بنفسك دلوقتي، لكن انا حطيت مقدار صينية واحدة في صينيتين. فشوفوا، اهم حاجة في الخطوة دي ان الكيك يكون بارد وانت بتقطعيه. شايفين الهشاشة عاملة ازاي؟ الله على الجمال، وطعمها اكتر من رائع. حطيها بقى في اللانش بوكس، في الرحلات، في عندك عزومة جنب الشاي. الله على الجمال بقى، تشربي بقى كوباية شاي بلبن كده بمزاج، اكتر من رائعة. طبعا بقى احنا ايه، عشان طريقة التقديم بتاعتنا احنا قلنا كل واحد بيختلف في طريقة تقديمه، احنا بندي افكار لبعض. الله على الحلاوة، هنحط دي كده على جنب، وتعالوا كمان نقطع الكيك بتاعنا اللي في الصينية. الله على الجمال، متماسكة وهشة بطريقة جميلة جدا جدا، وريحتها حلوة قوي. شايفين هشاشة الكيك عاملة ازاي؟ حلوة قوي، فاخر من الاخر يا جماعة. الله على الجمال. تقطعيها بقى شرايح كده رقيقة، حلوة، طعمة. بجد مش هتبطلي ان انت تعمليها بالطريقة دي. سهلة، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود خالص. يعني الوقت والمجهود اللي خدته فيه التسوية بس، لكن ترك في الخلاط بطريقة سهلة وحلوة وعلى السريع. طبعا هنا الإضاءة كانت مضايقاني بصراحة، بس اللي هو يعني إلى حد ما بحاول إن أنا أظبط الإضاءة، بس الإضاءة مش مساعداني. فإلى حد ما الكيك طالع حلو وهش وطعمه أكتر من رائع، زي ما احنا شايفين مع بعض. برضو هجيب لكم الكاميرا من قريب عشان نبقى شايفين هشاشة الكيك عاملة ازاي، واللون بتاعه كمان. اهم حاجة درجة حرارة الفرن. الفرن بيختلف من فرن للتاني، درجة حرارة الفرن مهمة مهمة مهمة. لو مش درجة حرارة الفرن مش مظبوطة، ما تسويش فيه الكيك عشان مش هيطلع مظبوط معاكي. اهم حاجة بتظبط معاكي الكيك درجة حرارة الفرن، التسوية. وبرضو تريكة ان انت تقلبي السكر والبيض الاول لما اللون بتاعه بيبقى كريمي، ده بيفتح معاكي الكيك وبخلي لونه فاتح وحلو، ما يبقاش اللون بتاعه داكن. لا، بيديلك اللون اللي هو اللي انت شايفاه دلوقتي ده. كده الى حد ما الاضاءة ظبطت شوية، او والله الاضاءة مش عارفة مالها بخلفاني ليه، بس اللي هو الحمد لله. شايفين اللون؟ بصراحة اللون حلو قوي قوي، لونها رائع رائع رائع. وجوزة الهند في الكيكة حلوة قوي، حلوة قوي قوي. هتحبي تاكليها بطعم جوزة الهند عن الشوكليت كمان. طبعا الشوكليت عشان الاطفال، طبعا كبار واطفال بنحب الشوكليت، دي حاجة احنا مش مختلفين عليها. كيك اكتر من رائع بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. قطعيه شرايح بقى، حطيه في بولة بلاستيك، وعلى الرخامة الرايح واللي جاي بقى هياخد ويسقسق، وشاي بلبن، وعبله واديله زي ما بيقولوا.
طريقة سهلة وبسيطة، وأتمنى إن فيديو بتاعي النهاردة يكون سهل وبسيط ولذيذ، ويا رب يجعل أيامنا أيام سعادة وهنا وخير علينا وعلى الجميع يا رب. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني، ونعمل وصفات على قد الإيد بطريقة سهلة وبسيطة مش معقدة، وفي نفس الوقت تكون سهلة ومش مكلفة كمان، عشان طبعًا الأسعار بقت صعبة جدًا، 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 فربنا يكون في عون كل رب أسرة، وربنا يكون في عون كل واحد، فربنا معانا وييسر لنا الحال جميعًا يا رب العالمين. أشوفكم إن شاء الله في فيديو حلو وشيّق مش مكلف زي ما إحنا متفقين، وأشوفكم إن شاء الله على خير.